نفسي يعني. بتقولي يا 8؟ بقول الصوت بيقطع، انت كلمتيني بس انا ما فهمتش انت بتقولي ايه، فخايفة بصراحة بقول لك ما اقدرش احضر بقول لك السيشن بسبب تقطيع الصوت ده. بقول لك لو عايزة تسألي في حاجة اسألي، المايك معاكي. اه، الكلام الكتير اللي انا بعته ده، امم ايه رأيك فيه يعني؟ بالنسبة لك ده كان له أهمية يعني، او انطباع كان واضح أهمية عن بس هي أكيد له أهمية. أكتر حاجة لفتت نظري بس في فكرة إن 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 أنت عايزة علاقتك بربنا تكون علاقة حلوة قوي. علاقة ايه؟ حلوة قوي. اه. وده وده ليه جانبين، جانب مشرق لان انت عايزه علاقتك بربنا تبقى حلوه، فده جانب مشرق. وفي جانب اوكي. تاني وفي جانب تاني خفي كده بيقول ان ده ان ده قد يكون جزء من طريقه تفكير، او قد يكون جزء من اللي هي يعمل الحاجه حلوه قوي يا ما عملهاش. ودي هناخدها في شغلنا، ان احنا في حاجات في طريقه في التفكير خدها يوسوس لنا بيها عادي، اللي هي فكره يا تعمل يا تصلي الخمس فروض يا ما تصليش. يا تصلي طالما ما صليتش الفجر خلاص ده بقيه الفروض مش مهم. طالما يعمل الحاجه صح. عارفه الكلمه السخيفه اللي الناس كلها بتقولها دي بتاعت ما هي الحاجه تتعمل صح يا ما تتعملش. انت انت سامعاني يا 8 ولا الدنيا بتبوظ عندك؟ سامعاكي بس مش احسن حاجة عشان الصوت بيقطع، قولي براحتك. لو سمعتش دلوقتي بوضوح هسمع في الإعادة يعني، هعيدها تاني لأن كده واضح إن أنا هضطر أعيدها آه، قوي يعني عشان أستوعب الكلام اللي اتقال يعني. تمام. هي بس اكتر حاجه لفتت انتباهي هي فكره اني انا عايزه الحاجه تبقى حلوه قوي مع ربنا. وده مرحله يعني، وده اصلا مش طول الوقت بيحصل حتى مع الناس اللي هي يعني كبار. لان سيدنا علي كان قال ان الايمان يزيد وينقص. ف ففكره ان انا ابقى حاسس في السعاده الغامره في العبادات او في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، ده بشكل كبير مش هيبقى حاصل طول الوقت. والفكرة التانية إني إن أنا بلوم نفسي طول الوقت على إن ده ما بيحصلش. فبدخل في دايرة مفرغة بقى، دايرة من إن أنا بلوم نفسي عشان الحاجة ما بتحصلش، وبعدين أنا مش قادرة إن الحاجة تحصل، برجع ألوم نفسي، وبعدين فالحاجة ما تحصلش، وتفضل الدايرة عمالة تلف. فدي أكتر حاجة لفتت انتباهي في مشاركاتك يا فندم. ان انا حسيت ان انت عايزه الحاجه تتعمل. آه، مين عايز يسالني ايه؟ عشان 8 عندها ال ال عندها الكونكشن مش احسن حاجه. مين عايز يسالني ايه في اللي فات؟ مم. ولاء، منى، رندا. السلام عليكم، ازيك يا اسماء؟ وعليكم السلام، ازيك يا لولو؟ الحمد لله يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ زي الفل والله، نعم الحمد لله رب العالمين. كنت عاوزه اعرف بس إيه مضمون انت بتقولي النهارده في عملي آه عن ايه؟ يعني ايه الاساس؟ نتكلم في اي حاجه البذور ندردشه يعني؟ البذور النهارده هنتكلم عن بذور المعتقدات. تمام. ما انا كاتبه لكم اسم المحاضره البذور والله. ما شفتهاش والله يعني، وكل ما اسال سؤال الاقي حد بيجاوبني ويقول لي ده موجود انت قلتي، وانا ما شفتش اللي انت قلتيه يعني. فصصت الرسائل وسمعت الاوديو، بس ما سمعتش في حاجات كتير سالت عليها ولقيت اجابتها عند الناس وبيقولوا لا يعني انت قلتي يعني الاجابه.
تمام تمام يا اسماء. ماشي، مفيش مشكله، اسالي مره واثنين وثلاثه وعشرة عادي. يعني الجذور لو بالنسبة سالتيني سؤال للمعتقدات. لو سالتيني سؤال انا قلته 10 مرات قبل كده هقول المره ال 11 عادي. مش هتضايق. انا كان عندي الفترة اللي فاتت مشكلة عويصة جدا في المشاعر، مش فاهمة مشاعري، في لخبطة جامدة قوي. طب ازاي اوصل لشعوري؟ هل لما افهم نفسي؟ طب بفهم نفسي ازاي؟ يعني ايه التدريب، ايه الخطوات اللي اعملها عشان افهم ده شعور ايه؟ طيب مبدئيا اللي مش متعود يعرف شعوره الموضوع بالنسبه له بيبقى صعب جدا، لان هو مش متعود على ده. مم. فبالنسبه له بنشتغل على الاساسيه الاول، اللي هو الفرح والحزن والاشمئزاز والقلق، اللي هما الخمس الست مشاعر، الست مشاعر تمام. الاساسيه. فانت محتاجه تعرفي الاول انا فرحانه ولا انا مبسوطه ولا انا متضايقه. ده بسم الله الرحمن الرحيم كده. طب لو انا لو لا كنت كده ولا كنت كده، ده اسمه ايه؟ يبقى متضايقه شويه او فرحانه شويه، تبقى نسبه بس مش اكتر. اه يعني مفيش حد يبقى مش ما عندوش مشاعر، يعني مفيش وقت لحظات كده تبقى لا الواحد ما عندوش مشاعر. لا، المشكله اللي بتواجهنا في اداره المشاعر ان احنا دايما نتعامل مع المشاعر على انها اكستريم. يعني اه. فرحانه يبقى انا طايره، امم. مش 1% فرحانه. ما انا ممكن ابقى فرحانه 1%، ده اللي هو انا مش حاسه بحاجه، ما انا تمام ايوه. يعني. لا الدنيا تمام، لو لما حد يسالك عامل ايه تمام. تمام ده اللي هو انا مثلا 5% 10% مبسوط. فاهمه؟ بس الدنيا مبسوط يعني مفيش حاجه مكدراني، مفيش حاجه مضايقاني. امم. فاهمه؟ ايوه آه. فهمت. ايه. لا انا ما اتكلمتش. تمام. فدي اللي هي بنتعامل، فدي اللي هي المشاعر، اداره المشاعر. اللي مش متعود على اداره المشاعر بياخد له اول ساعتين كده في اليوم، او يعني كل ساعتين مثلا بيسال نفسه انت حاسس بايه. ما انا كانت بس حياتي اللي فاتت قبل كده كنت كل حاجه اقول لا ده كل حاجه كويسه، كل حاجه كويسه، واتاري انا جوايا مش هاديه. فانا اللي كنت بهدي نفسي، او كنت بعمل اللي هي مسمى عشان مش عاوزه ايه، مش عاوزه اروح للناحيه التانية اللي هو انا غضبانه انا قلقانه. يعني في حته ان هو انا اجي على نفسي بس انا ما اجيش على غيري، يعني انت فاهماني. هو السؤال الفلسفي ليه ما بقاش غلطانه وليه ما بقاش كده؟ ما ما عشان معايا بقى يعني ايه اولاد واطفال، فانا انكد عليهم ليه؟ انا ده يعني ما انا دلوقتي بفكر على فكره معاكي، زمان كنت لا بكتم الشعور، بكتم الشعور. عشان كده كنت الاقي جسمي وجعني، الاقي رجلي، الاقي دماغي صداع. انت فاهماني. فعشان كده فعلا زي ما انت قلتي انا ما كنتش عامله قيمه للمشاعر، وخاصه النفسيه، تمام. يعني نفسي دي كانت اخر حاجه. ففعلا انت جايه بتقولي لازم تديري مشاعرك ولازم تفهميها. بالظبط. مش بتفهميها، بتحسيها، المشاعر بتتحس. اه اه. بتحسيها وبتقبليها. إيه الازمه يعني في ان انا اكون متضايقه يعني؟ انا تمام. مخنوقه، الشمس مش هتطلع يعني لما انا ابقى مخنوقه. فاهمه؟ اه فاهمة. الفكره في التعامل مع المشاعر، ازاي انا بتعامل مع مشاعر، هو ده الاساس. امم. فانا لو مش متعود اتعامل مع مشاعري هلاقي نفسي بتعامل. لو مش متعود اتعامل مع مشاعري يبقى انا محتاج كل ساعتين اسال نفسي انت حاسس بايه، واشتغل على المشاعر الرئيسيه اللي هي انا قلقان، انا خايف، انا مبسوط، انا زعلان، اللي هي المشاعر الرئيسيه، مش من المشاعر القلب، اه اللزوميه. المشاعر من القلب. الايه؟ بقول لي المشاعر دي بتيجي من القلب، يعني انا ابدا اتواصل كده مع قلبي واشوف انا مشاعري ايه. اه بس وما بحكمش بقى عليها، يعني انا متضايقه تمام مش عادي، السبب. لا بتعمق فيه. لا انا متضايقه خلاص، انا متضايقه مش كده. انا ده قرفان خلاص، انا قرفان، ايه المشكله؟ ده في بدايه التعامل مع المشاعر. هنقعد امم. بقى ندور على السبب؟ لا ربنا معاك. فلو انت مش متعوده على اداره المشاعر هتتخنقي. لان امم. انت هتلاقي 100 يعني انت لو قلت بس انا متضايقه في 50,000 سبب يخلوكي متضايقه. تمام. في 50,000 سبب لو انا قلت ان انا متضايقه دلوقتي ممكن اطلعهم لك وانا
اطلعهم، مش موجودين مم. اطلعهم. منهم ان انا مصدعه، منهم ان مم. انا الكونكشن مش احسن حاجه، منهم عمو اللي قرر يعدي من قدام البلكونه دلوقتي بتاعت انابيب مع ان المنطقه كلها غاز، منهم ان اليوم النهارده كان حر بشكل عجيب وانا طول اليوم بره. من هتطلعي 50,000 حاجه. هو الحياه لا تخلو من المنغصات، ولكن انا متضايقه فانا متضايقه، اهلا وسهلا، حقك تبقي متضايقه، الموضوع بسيط. بعد شويه لما انا برحب بفكره، يعني لما المشاعر ما بننكرهاش، بتاخد وقتها وتتكل على الله، يعني بياخد بقى اللي هي بتاخد حجمها الطبيعي. يعني اصل مش كل حد متضايق له شويه هيقوم يولع في نفسه وفي الناس، عادي. هتاخد وقتها الطبيعي، تقوم نعمل لنا كوبايه نسكافيه، نقوم نهزر لنا هزرتين، الموضوع يمشي. تمام. ايوه حبيبتي يعني. بس هنتكلم في ايه تاني؟ طب من ناحية الجذور هنتكلم فيها ازاي؟ طفولتنا يعني لا ولا اله ايه؟ الا الله، لا اله الا الله، محمد سيدنا رسول الله. محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله ايه هو انا العلي غلطت ولا العظيم. ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا بنتي لسه معلش ما حبيبتي. ابتديتش المحاضرة، لسه بسألكم عايزين ايه؟ اللي هنعمل فيها اه ايه؟ ما هنعمل، اكيد لا ما هنعمل، امال انا جاي اعمل ايه؟ ما انا اكيد هنعمل. لا اصل انت قلت يعني انت جيتي اول المحاضرة وجيتي قلتي يا جماعة هنتكلم في الجذور والمعتقدات. ان شاء الله طيب هنتكلم في الدور. ماشي ماشي، اتفضلي حبيبتي اتفضلي. شكرا ليكي يا ياسمين، شكرا. عفو حضرتك، عفو حضرتك. السلام عليكم. اهتمام. مين رندودة؟ تعالي. ازيك يا اسماء، عاملة ايه؟ ازيك يا حلوة، ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير. عندي بس حاجة عايزة يعني مش عارفة، مشاركة فضفضة، مش عارفة يعني، بس هي فكرة ان انتي لما يكون في حاجة زعلانة منها او مضايقاكي مشاعر يعني، مم. تلاقي حد يقولك ما تشتكيش ربنا لحد. هل فكرة الفضفضني او اللي واجعني ده بتبقى كأني ان انا بشتكي ربنا لحد؟ بصي يا ست البنات، اولا آه، انا مش فاهمه يعني ايه اشتكي ربنا لحد. اشتكي ربنا لحد دي اللي هو انا لما اجي اقول لك يا رندا شايفه ربنا عمل فيا ايه، ده معنى كلمه اشتكي ربنا. يعني ده مفهومي عن اشتكي ربنا. انت بتعملي كده يا بابا؟ لأ، أنا بابقى في حاجة تعباني أو مضايقاني أو مزعلاني، حد قريب مني ممكن أتكلم معاه فيها، يعني اللي هو أنا حصل لي كذا وكذا، بس مش بيبقى قصدي إن أنا أشتكي ربنا، أنا قصدي طيب بس إن أنا خلاص يبقى، أعبّر عن اللي خلاص جوايا. يبقى ما تاخديش ده اللي اقصده، عشان انا عارفه ان انت بتعمليه ده. يبقى ما اخدش بقى كلمه حد بيقول لي انت بتشتكي وامن عليه يعني. ولو اللي انت بتشتكي له ده بيقول لك الكلمتين دول، ما تكلمهوش تاني. إمم، والكلمه دي طلعت من اللي انت بتتفضلها، ما تتفضلهاش تاني. هي كده مش آه، مش مش هتفهم. طيب لو حد يعني برضه نفس الفكرة، بس آمم، أنتِ بتتكلمي برضه مع حد في حاجة تاعباكِ أو حاجة حاصلة لِك، آمم التصرُّف الصح إيه؟ إن أنا أحس إن اللي قدّامي بيعلّي عليّا، يعني أنا والله أنا صباعي واجعني، لأ أنا إيدي كلّها واجعاني، أنا ما أعرفش حصل لي إيه، دول لأ ده أنا دول حصل لي إيه اكتر من وإيه وإيه. الهم على القلب يا بيبي. ما حاسة كل اللي حواليّا وأقرب الناس، مش هاخبّي عليكِ يعني، أقرب الناس بقوا كده، فأنا باحس إن دول هو يا روحي، ده انت ممكن تلاقيها مع امك عادي. ما أنا يعني ما كنتش عايزة أقول كده، بس هو فعلًا كده. اه، بالنسبه لماما تحديدا بيبقى في حاجتين. بالنسبه للام تحديدا، لان انا امي كده. بالنسبه إمم، للام تحديدا مش بيبقوا بيعلوا عليكي، هم عايزين يشوفوكي تعبانه، مش عايزين يشوفوكي تعبانه. فدايما بيصدروا لك فكره لا انت كويس، انت كويس، انت كويس. انا مره، بس مش إمم، مع امي يعني، مره مره كنت راكبه ميكروباص يا اختي، رايحه اركب ميني باص، آه، و... وبدل ما احط وبقول الميني باص رايح في الحته الفلانيه، قال لي لا. فوانا نازله بظهري الميكروباص اتحرك، قمت انا نازله تحت الميكروباص. آه،
ف يعني عجلة الميكروباص دست على رجلي، يعني عجلة الميكروباص دست ف... فواحدة ست بتقومني والله العظيم هذا حصل، وقفت تقول لي انتي كويس. فانا يعني خلاص انا كويسه يا حاجه والله ما تضايقي نفسك. المهم ان ما تلاقيش هي من كتر قلقها ومن كتر خضتها مش ما استحملتش. انتي كويسه خلاص انا كويسه. والله يا شيخه ما تتعبي نفسك انا كويس والله العظيم. قمت مشيت على رجلي ما انا مش هستحمل الصويت ده في ودني، فقلت اقوم امشي على رجلي احسن. ف... فساعات رد فعل اللي قدامك هو مش مستحمل، مش رخامه منه، يعني هو مش مستحمل. دي بتبقى احيانا طبعا هي الست دي ده رد فعلها عجيب، انا ماليش علاقه بيه يعني، بس اقصد في القريبين قوي زي ماما مثلا او كده بتبقى مش عايزاكي تبقى شايفاكي تعبانه. يعني انا بالنسبه لي مثلا لو قلت لماما ركبي وجعاني ولا ظهري وجعني ولا بتاع، تقول لي الحمد لله الحمد لله احنا تعبانين، احنا كل حته فينا بتوجع. هي ما بتبقاش قادره تشوفني تعبان او مش عايزه تشوفني تعبان. كنت في الاول بتضايق وبتضايق جامد كمان، كنت في الاول بحس الاحساس اللي انت بتقولي عليه ده، هي ليه مش مقدره، هي ليه مش حاسه، هي ليه. وبعدين ادركت بعدين شوفي تعبانه بصي هو اتصرفي وابقي كويس ها. ده اتشالي بقى مالناش دعوه، المهم ان احنا مش قادرين نشوفك تعبانه. فبالنسبه للامهات تحديدا هو بيبقى الوضع شويه مختلف. بالنسبه بقى لبقيه الكوكب في كتير هتلاقيهم بيعلوا عليكي، وفي هذه الحاله بتقول ربنا يشفيك، ما بتتكلميش بقى تاني خالص. يعني انت لو كلمتي حد مثلا قلت له ده انا تعبانه، حد بيتصل بيكي تعبانه، لا ده انا والله لسه راجعه وتعبانه وطلعان عيني لا 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 والحاجات دي كلها، فهتلاقي اللي قدامك بيرد عليكي يقول لك والله وانا ابني عنده برضه. فانت بقى عشان ما تقليش ادبك، عشان انت شخصيه محترمه، فتردي عليه تقولي له الف سلامه والله ربنا يعافيك يا رب يشفيك، وتقومي معليه معاه وتقفلي السكه في وشه وتقطعي علاقتك بيه، خلاص الموضوع ابسط. مش هنوجع دماغنا بقى كل شويه، خلاص يعني الشخص ده ما تكلموش تاني، ما تشتكلوش تاني بقى، خلاص انت عرفتي ان هو بيعلي، اشتكي له تاني. تمام. ده في كل يعني هتلاقيها موجوده بكثره. ويمكن الامهات اللي هنا في الجروب يقولوا لك لو واحده راحت قالت لواحده ابني عنده سخونيه، وانا ده الواد امبارح كان يا ست الكل، وانا في ايه يا غاليه؟ هتلاقي ده كتير عادي، احنا في مجتمع عظيم نبرة. تمام. عايز تسألي في حاجه تانية يا بطه؟ لا حبيبتي شكرا، تسلمي لي. اوكي. الآخرين إيناس، مرام، إيمان، إيموز. إيموز بقالك كتير ما بتظهريش ليه إيموز؟ معلش مختفية، بس يعني مع دخلة الصيف والحر أنا الضغط عندي بيبهدلني، فأنا يا بعتذر. حبيبتي والله السلام عليكم. الله يسلمك، فاعذروني، بس إن شاء الله نشوف بعض إن شاء الله يوم السبت بإذن الله إن شاء الله. شو عايزة أقول لكم بقى على رأي، عايزة أقول لكم على رأي إيناس اللي عندها نادرة وسيم، المكان لغاية دلوقتي لسه ما أكدش عليا الحجز، فربنا يستر. النهارده المكان لسه ما أكدش الحجز، فربنا يستر يا ولاد. وانا لغايه دلوقتي اصلا يعني قفلت الورشه عليكم، ما دخلتش عليكم حد، يعني انا حتى لو هعلن من باب ان انا بعمل ورشه، لكن مش عشان ادخل عليكم حد يعني، فانا عاملاها ليكم انتوا، مقفلاها عليكم انتوا، مش مدخله حد زياده عليكم يعني. فربنا يستر بقى ان شاء الله، عشان لغايه دلوقتي ما اكدوش الحجز. وبسم الله ما شاء الله بعت لكل الناس، يعني بعت لكل الارت سبيس اللي في وسط البلد، ما حدش رد، فتفتكروا المشكلة فيا؟ لا صح؟ هو حاسة يا ولاد ان المشكلة عندي. في مكان يا أسماء اسمه القنصلية. في مكان اسمه ايه؟ سامعاني صح؟ بتقولي في ايه؟ مكان اسمه قنصلية في شارع متفرع من طلعت حرب.
مكان لذيذ قوي ومش غالي، ممكن تجربي تكلميهم، ممكن عندهم يعني هم واخدين زي مبنى كده فعندهم اوض كتير قوي. طب ابعتهولي يا كوكو، ابعتهولي واكلمهم دلوقتي حتى بعد ما نخلص على طول. ماشي اوكي. يعني لو هتفتكري بعتي دلوقتي عشان الزهايمر، فبعتي دلوقتي عشان لو كده اكلمهم بدل التانيين اللي محسسيني ان لا هنشوف في حجز ولا لا، ويا ترى ان في حد واخد المكان كله ولا لا، محسسيني ان يعني خلاص الدنيا واحدة. ماشي، يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حد عايز يسألني سؤال تاني عشان النهارده يوم عنب؟ افتح الكاميرا بقى عشان اخد فرصتي في الحياة. انا مرهقة قليلا، فيعني اسمع. آه يلا حبايبي، حد عايز يسأل حاجة ولا نقول بسم الله؟ لا بس انا عايزه اقول لك ان انت زي القمر في كل حالاتك، ما شاء الله يا الله روحي، اكبر. دي يا رفع معدنيتي. عايزه اقول لكم يا جماعه ان ايمان في ورشه الروقان بتتالق تالق مش عايزه اقول لكم، يعني بسم الله ما شاء الله. يعني ورشه الروقان هي بتزيدها يعني حلاوه، يعني روقان اصلا. الله ف... يبارك لك. ده انا فبصراحه بستمتع جدا فيها والله. ايمان بسكوتة ورشه الروقان. شكرا. احنا هنبهرك يا اسماء ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كنت عايزه اسالكم صحيح قبل ما نبتدي، آه فكره الفطير والعسل، لان انا يعني مش هتحبوا نخليها ديش بارتي ولا تحبوا نخليها حاجات خفيفه كده، مولتو وشاي والكلام الفاضي ده؟ ديش بارتي يعني كل واحده فيكم تجيب حاجه وهي جايه ونقعد كلنا ناكل مع بعض، او ان انا اجيب مولتو والكلام الفاضي ده، لان كده كده الوقت البريك هيبقى صغير لان الاكتيفيتي هتبقى كتير. تحبوا ايه؟ طب يا جماعه والله ده رد هايل. انا عاجبني جدا رد. انا بقى بنفخ في قربه مخرومه. لا بدل انا البريك، بقعد. انا بالنسبه لي بدل البريك قصير فتمام، لو مولتو بنفكر كده بس. خلاص تمام. نعم. بقول لك لو البريك صغير يبقى ما فيش وقت لل يعني يبقى في شغل كبير، يعني نجيب مولتو وكيك وخلاص. اوكي ماشي. طب ما احنا ممكن، ما اننا هنبقى في وسط البلد، ممكن حد يعدي يجيب لنا كرواسون من العبد. انا ممكن اعمل كده يعني، او نطلب. مش قصدي اتدلع بس بيبقى طعمه حلو. يعني انتوا مش سامعيني؟ هنختلف. انا سامعاكي ماشي هنشوف. هبقى اقول له نكتب، نبقى نكتب على الجروب. ماشي. كله معاه ورقة وقلم؟ اه يا اسماء. مرام ازيك؟ ومنى ازيك؟ كله معاه ورقة وقلم؟ بص يا حبيبي، كنت باخد كنت باخد حاجة كده في الجروب ثيرابي يعني، مع واحد كده كبارة اسمه جاسي جراندهايز. المهم يعني كان الراجل ده بيقول إن كل واحد فينا عبارة عن مجموعة. كل واحد فينا هو مش واحد، هو مجموعة. ليه؟ لأن كل واحد فينا ماشي وراه، شايل كده جواه مجموعة من البني آدمين، مش المعتقدات والأفكار. شايل جواه بني آدمين، شايل جواه أفكار بابا وأفكار ماما، والحاجات اللي خدها من مشاعرهم، والحاجات اللي خدها في التعامل معاهم. فهو شايل جواه، شايلهم جواه.
شايلهم كده، هو ده شخصه كده جواه وهو ماشي. فكل واحد فينا هو عبارة عن، كل واحد فينا عبارة عن مجموعة، مش واحد، كل واحد فينا مجموعة. فعشان نفكك المجموعة دي لازم الأول نعرف هما بيفكروا ازاي، وهل التفكير ده بتاعهم برضو ولا بتاعنا، وهل احنا موافقين على التفكير ده ولا مش موافقين على التفكير ده. فدي فك التشابك، نشوف المجموعة دي أخبارها ايه. فخلينا نبتدي سنة سنة كده بالراحة. ورقة وقلم واكتبي يا ست الكل. لو قلنا هنوصف العلاقة بين باباكي ومامتك، علاقة عاملة ازاي؟ طبعا من مجالكم. بتودوا الأقلام فين والله؟ اكتبوا في جملة أو جملتين، مش معلش يا اسماء، ما عرفتش اوصل الحته دي. نكتب في جمله او جملتين ايه بالظبط؟ العلاقة بين بابا وماما. يعني هل العلاقة بين بابا وماما، ماما مسيطرة، بابا مش عارفة ايه، ماما ماسكة الدور، بابا أي حاجة. اوصفوا، أنا ما بقولكوش احكموا، وما بقولش هنشارك ده عشان الحساسيات والنسويات وتقعدوا تكتبوا لي وتحدفوا لي، الكلام ده ليكوا انتوا. فاكتبوا كده بصدق مع نفسكم، عشان ايه الحاجات دي بتنزل على دماغنا احنا في الاخر. شكرا يا نوسة. لما تكتبوا قولوا done، يعني لما تكتبوا قولوا لي تمام خلصنا. احس ان في كده ممكن اجيب اللاب وتكتبوا لي عليه، او تفتحوا المايكات وتتكلموا، انا كده كده سايبه لكم المايكات مفتوحه. تم. فاللي يخلص يقول ان انا خلصت يا شباب. انا خلصت. تمام. الباقيين؟ وانا خلصت. شكرا يا نوسة تاني. طيب اكتبوا لي ايه اكتر حاجات ماما اثرت فيكي، يعني في شخصيتك، او شايفه ان انت واخداها من ماما، حاجات تكوني بتحبيها. ايه اكتر حاجات واخداها من ماما بتحبيها، وايه اكتر حاجات واخداها من بابا بتحبيها. انت بترشحي اللي هو القنصلية ده يا لولو، صح؟ تقولي ايه يا سمسم؟ انت بترشحي المكان تاني ده، صح؟ مش بس بعد ما الاولاني انا افتكرت دلوقتي الاولاني اعتقد هيبقى لي على الحاجات اللي انت بتعمليها، مش قنصلية. يعني قنصلية اكتر بيركزوا على ان هما يبقى عندهم اوض للاجتماعات والمش عارفة ايه والكده، فاهمة؟ اوكي تمام. فقلت ابعتلك التاني برضه. طيب اكتبوا الحاجات اللي اكتر حاجات ماما بتحبيها في ماما، يعني واخداها من ماما وبتحبيها، ماما مأثرة عليكي فيها وبتحبيها. واكتر حاجات واخداها
من بابا وبتحبيها. خلصت يا أسماء. شطوش. ماما وبابا، خلصتي ماما وبابا؟ شطوش. انا لسه ما خلصتش. طيب اكتبي اكتر الحاجات اللي واخداها من ماما بس ما بتحبهاش، او الحاجات اللي انت كارهاها في ماما. اللي انت كارهاها في ماما، واسالي هل انت فعلا واخداها ولا لا، لان ساعات كتير الحاجات اللي احنا بنبقى كارهينها فيهم بنبقى واخدينها عادي. وده مش بيعيبهم، وده مش بيقلل منهم، وده مش بينقض فيهم، احنا بنشوف ده تأثيره علينا ايه، بس مش عايزين اكتر من كده. يعني مثلا ممكن الأم تبقى بخيلة قوي على نفسها، يعني تبقى ماسكة في القرش وما بتحبش تصرف على نفسها وما بتحبش تجيب لنفسها حاجة وهدمة لنفسها تبقى يعني لا، والعيال أولى، والمهم النموذج العجيب اللي موجود في الأمهات كتير ده. فالأبناء بيطلعوا حاجة من الاتنين، يعني بيبقوا كارهين النموذج ده فتلاقي ايديهم مخرومة، أو شبه الأم فطالعين برضو ما بيجيبوش حاجة لنفسهم، بيستخسروا في نفسهم، بالنسبة لهم أنا أبعت حاجة، المهم الناس، بالنسبة لهم مش عارفة إيه وهكذا. وصلت الفكرة يا رفاق؟ أنا بكلم نفسي يا مجموعة ما يعرف ربنا، بتكلم ردوا عليا. وصلت الفكرة؟ وصلت. وصلت حبيبتي. ايوه احنا بنفكر بس. احنا بس قاعدين بنفكر شوف. وبنكتب. طيب صبرني يا رب. عرفتوا الصداع بيجي منين؟ ايه، من بابا وماما؟ لا مش وراثة متقلقيش. ايه تاني؟ يعني انا من الحاجات اللي مثلا انا واخداها كلمه كانت دايما ماما تقولها لي، ادي ما تاخديش، خليكي دايما بتدي ما تاخديش. دي هي بالنسبه لها من باب الكرم ومن باب العطاء وهكذا، يعني هي في وراءها هدف نبيل عندها بالنسبه لها. بالنسبه لي انا خدتها اللي هو دور المنقذ،
لو انا طول الوقت بدي، طول الوقت بعمل، ما بستقبلش، ما بحبش حد يديني حاجه، لو حد اداني حاجه لازم اردها له. فده اللي هو الحياه زائد واحد زائد واحد بيساوي اتنين. ما اصلا يا ريت واحد زائد واحد، يعني يا ريت بدي فباخد. لا، هو ما فيش بدي، انا برفض الاخذ، انا دايما بدي. فده طبعا اثر عليا كتير في في فتره من حياتي، ان انا ما بعبيش، انا بفضل. وده طبعا عرضني كتير للاستغلال، ما انا طول الوقت بدي يا سلام، اللي هو بلاش كتر منه بقى، حد يلاقي اخده ويقول لا، يعني حد يلاقي حد بيديله ويقول لا. ف... ف... فده مثال يعني على المصطلحات اللي ممكن نكون واخدينها واحنا غلط. غلطات 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 غلط. هم. انا خلصت. شطور. طيب اكتبي باستفاضة، باستفاضة بقى. يعني انت كتبتي دلوقتي الحاجات اللي مضايقانا ومأثرة عليكي في ايه. اكتبي باستفاضة الحاجات اللي انت واخداها وجنبها حباها ولا مش حباها. كله على بعضه. خلاص سيبنا بابا وماما بقى، انا بقى دلوقتي في الصفة الفلانية انا حباها ولا مش حباها. في الصفة الفلانية اكتبي 10، اكتبي 5 بتحبيهم فيكي و5 ما بتحبهمش، ودول واخداهم من حد ولا هم بتوعك. تاني هنكتب 5 صفات فينا بنحبهم، ويا ترى واخدينهم من حد وراثة يعني ولا ده خلقة ربنا. و5 صفات فينا ما بنحبهمش، ويا ترى واخدينهم من حد ولا برضه خلقة ربنا. غالبا معظمكم هيكتب اللي ما بيحبوش الأول، صح؟ عارفين؟ معلش يا اسماء، اخر سؤال ده انت قلتي ايه؟ ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي فينا لكن ما خدناش من هتكتبي بابا على وماما 5 يعني. حاجات على الأقل فيكي بتحبيهم. ايوه 5 صفات. ال5 بحبهم صفات في نفسي. ثمانية ولا ال5 صفات بحبهم في دول نفسي. بتوعي خلقة ربنا ولا واخدهم من حد، ولا واخدهم من بابا أو ماما أو كده. تمام. ال5 صفات اللي ما بحبهمش برضو بتوعي خلقة ربنا اكتساب ولا برضو واخدهم من حد. تمام. وبرضو ما بنحكمش، احنا بنلاحظ، احنا يا دوب بنشوف ده بتاعنا ولا بتاع غيرنا، عشان لو بتاع غيرنا ياخدوا احنا.
انا بالنسبه لي معظم الصفات وراثيه، او او على الاقل ارتداد للوراثه، يعني حاجه انا مش حباها فبقيت انا العكس. خلص. انا خلصت يا اسماء. شطاطير. ماشي. طيب هتكتبوا، هتجيبوا ورقة حلوة زي دي كده وهتحطوا في النص بابا، وهتفرعوها كأنها شجرة كده، تمام؟ والشجرة دي بقى هتكتبوا على الفروع بتاعتها بابا، مامته، اخواته، اسماء بس ممكن 5 دقايق عشان لسه ما خلصتش. انا فهمت يعني. ماشي. معلش يا اسماء، بالنسبه اللي انت قلتي اكتب بابا واكتب ليه فروع لا ثواني واكتب ثواني، بابا. هقول تاني عشان لسه ايناس ما خلصتش. تمام. هقول تاني. خليني اقول لكم ان اللي احنا بنعمله ده ليه؟ لان التغيير احنا اتفقنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. دي ثالث نقطة من النقاط بتاعة أسس الروحانيات أو أسس البناء الروحي. وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا أحرار، خلقنا أحرار، فعشان كده لازم التغيير يبقى من عندنا. فجزء من التغيير، خطوة من خطوات التغيير بتستلزم إدراك الماضي. بندركه ليه؟ عشان نقعد نعيط جنبه؟ لا، ده شغل فرويد ماليش فيه بصراحة. عشان نفهمه ونتجاوزه، مش ننكره، مش نقول ده وحش، مش نقول ده حلو، مش نقعد نعيط جنبه ولا أي حاجة من الحاجات دي. إحنا بنفهم إن ده الصفة دي أنا اكتسبتها من هي مش حاجة أصيلة فيا، مش حاجة فطرية. فبناء عليه دي صفة تتغير. أنا فهمت إن ده مش بتاعي، أنا من قعدتي مع ماما أو من حبي لماما أو كرهي لماما او كرهي لبابا او حبي لبابا او كده بقت فيا الحاجه دي، انا وعيت بده. فلما الصفه دي تظهر تاني انا اتكلم معاها ازاي؟ دي مش بقتش بتاعتي. انت ايه اللي جايبك هنا؟ انت طبعك مش عصبي. العصبيه دي موجوده اتعودتي عليها، لكن انت طبعك هادي اصلا ما بتحبيش العصبيه.
ما بتحبيش الصوت العالي. ليه صوتك عالي؟ واصلة يا شباب؟ واصل اللي انا بقوله؟ فاحنا اللي احنا بنعمله ده عشان نلاحظ، مش نلاحظ ونقعد نعيط، لان سكة العياط مش سكتنا. يعني سكة ان انا اقعد بقى اقول ده هم اللي عملوا وهم اللي سووا، لا لا، مش سكتي دي خالص خالص، لان احنا هنعمل ونسوي برضه. يعني احنا جين زي اللي ملقاش حد يربيه، ده احنا اللي مربيه. يعني احنا الجيل اللي بطلع جيل مش متربي. احنا جيلنا احنا اللي طلع جيل مش متربي. فحضرتك نفس الجيل ده بعد 10 15 سنه هيبقى بيتكلم عننا زي ما احنا بنتكلم على الاباء. فده عادي، يعني احنا هننيل بنيله وعيالنا هينيلوا بنيله. فده اختبار كل حد فينا. كل حد فينا عنده اختباره اللي بيشتغل عليه. وان شاء الله يعني احنا بنشتغل عشان ما ننيلش الدنيا مع الجيل الجديد، عشان نطلع جيل يعني الى حد ما محترم. يعني كده كيج خلاص ولا ايه؟ اه انا كده تمام خلصت. ماشي. هنعمل ورقة، هنكتب في النص بابا زي شجرة كده، زي وردة. هنكتب في النص بابا، بابا الأول. وهنكتب حوالين ده فروع زي الوردة بتاعت زمان، بتاعت فتح يا وردة اقفل يا وردة، دي عارفة؟ عارفينها؟ وهنكتب في الفروع دي كل حاجة من الدوائر المؤثرة في بابا. يعني بابا، مامته، اخواته، شغله، برامج كان بيتفرج عليها في التلفزيون، شيخه لو ليه شيخ، مدرسته، ثقافته، كل حاجة ليها علاقة بيه، بس بجمل، مش تاريخ حياته. وانت بتكتبي الحاجة اكتبي تأثيره عليها ايه. يعني مثلا بابا كان شديد، فبابا شديد. مامته كانت صعبة، فبابا صعب. فاهمة يعني؟ تأثير، أو بابا مش صعب، يعني على حسب. بس اكتبي مثلا جملة في التأثير اللي فوق وجملة في التأثير اللي تحت. لو مش فاهمين قولوا، لأن أنا أحيانا ببقى أنا فاهمة طب لو انا فمتخيلة ما إنتوا مش اعرف فاهمين اصلا. برضه. ها؟ بتنسي. في حاجات ما اعرفش ابعادها. خلاص ما تكتبيش. بقولك لو انا في حاجات ما اعرفش خلاص ابعادها. ما تكتبيش، يبقى اوكي. مش مؤثرة. مش هيأثر فيكي اللي تعرفيه يا روحي. يعني انت لو شفتي جدك وجدتك بيضربوا بعض، او شفتي بابا وماما بيضربوا بعض، ده اللي يأثر فيكي. لكن جدك وجدتك كانوا بيضربوا بعض بس انت ما تعرفيش، هتفرق معاكي. لا اصل هو بابا ومامته توفوا وانا كنت لسه ما اتولدتش فانا ما اعرفهمش. طيب خلاص، يبقى مش مؤثر. يمكن اعرف حاجات بسيطة عنهم. انت عايزة المؤثر فيه هو ولا المؤثر فيه انا؟ مؤثر فيه هو هتعرفيه من حكاويه هو. يعني ما انا جدودي توفوا وانا ما كنتش لسه فيه. بس مثلا تلاقي ماما طالعه زي ابويا مش عارفه عامله ازاي، بابا يقول لك اصل انا طالع زي امي عامله ازاي. فانا عارفه من كلامهم تاثيرهم. وصلت؟ اه وصل. آه.
التعليم مثلا ما اتعلمش فبقى مثقف، ولا اتعلم فبقى مثقف، ولا ما اتعلمش فبقى عنده عقدة من التعليم فكان عايزنا كلنا نطلع مهندسين. انتوا بتكتبوا ولا بتعملوا ايه؟ انا خلصت. هم؟ انا خلصت كتبت خلصت. ماشي يا سور. الباقيين اخبارهم ايه؟ تمام يا اسماء، وانا يعتبر كده خلصت. هم؟ انت اخر حاجه قلتيها انا يعتبر خلصت، بس انت اخر حاجه قلتيها اتكلم عن بابا، لكن ما قلتيش ماما. تمام كده. لا لسه ما. تمام. انا خلصت. شاطرين. ايناس رندا. مش معانا ولا ايه؟ آه، انا خلصت. رندا. طيب بصوا للشجرة اللي انتوا كاتبينها دي تاني. واكتبوا شخصية بابا في 5 سطور. حلو أو مش حلو عادي، ما سألتكوش عنه. كتبت يا حبيبتي من غير ما تقول. انت قلتي ان ايه، نكتب عن بابا 5 جمل بتقولي؟ اوصفي بابا في 5 جمل. اوصفي بابا في تمام. 5 سطور. اكتبي شخصية بابا من اللي انت كاتباه ده، من واقع اللي انت كاتباه ده، في 5 سطور، سواء حلو أو مش حلو عادي، احنا مش بننقد. عشان انا عارفة ان في ناس بتتحسس من الكلام عن كده، بيحسوا ان احنا ازاي نعمل كده. لا والله خالص، احنا بنقرر اشياء، بس بنقرر.
انت ليه ما قلتليش ان انا مش قايده النور؟ في الدنيا نور اهي، نور ربنا موجود اهو. ليه بظلمنا على المجتمع؟ هنام. في حاجة يا جماعة ما تعرفوهاش عني، إن أنا ساعات لما ببقى الدنيا هدوء عني كده ممكن أزغرط، فلو لقيتوني بزغرط في وسط الكلام يعني أنا فرفوشة مع نفسي. أنا كنت هزغرط دلوقتي وبعدين افتكرت إن أنت بتحس إن أنا كائن فرفوش بيقعد يزغرط طول ما هو ماشي. يا حياتي الزغرطة احسن من ان انت تحسي ان انت عايزه تصوتي. لا زغرتي يا ماما فرحي فرفوشي. ما أنا بدلتها، ما أنا كنت زمان بقعد مع نفسي أقعد أقول يختي مع نفسي كده بدون أي مبالغة، فغيرتها بقى بالزغرط. بيصوت كده يبقى بنت عايشة. ها. مم. هي أسماء، هو أنا حاسة إني متضايقة وأنا بفكر في الإجابات، مش عارفة، مش عايزة أكمل، مش عارفة ليه. ما احنا اتفقنا بقى ان احنا نتضايق عادي. ما نتضايق، ايه المشكلة ان احنا نتضايق؟ نتضايق. هيحصل ايه يعني؟ نعمل الحاجات دي من بيتنا، حاجات طالعة من جوانا. يعني خليها تخرج. متضايقة، خلي الدقيقة دي تخرج، ما الدقيقة دي من جواكي، والله احنا مش جايبين حاجة من بره، ما هي من جواكي. هي موجودة جواكي بس انت شفتيها. نتضايق شوية، اهلا وسهلا. فاهمين يا رنا؟ فهماكي، هحاول. يعني عادي، لا تقفي عند الشيء. الحمد لله رب العالمين. يعني انا وانا بكتب دلوقتي، آه كنت بقول لكم ان ماما عندها العطاء وبتاع مش عارفه ايه، وبعدين انا بابا برضه كان كده، ما كنتش واخده بالي. يعني بابا برضه كان عنده حته العطاء، والعطاء ان هو يجي على نفسه عشان الاخرين، يعني يجي على نفسه اكتر عشان بابا، عشان اخواته، عشان حتى البر بزوجة. يعني انا بابا كان عنده مرات اب، يعني كان حتى البر بمرات ابوه، كان يقول ما هو ما هي اكيد في يوم من الايام غسلت لي هدومي، اكيد في يوم من الايام عملت لي اكله، اكيد في يوم. فكان حتى بار بزوجة بمرات ابوه يعني. فانا دلوقتي وانا بكلمك افتكرت ده، افتكرت ان ده برضو الصفه دي موجوده في بابا، فكده ما شاء الله في مقص مضروب في الاثنين. ماما وبابا. الموضوع يبدو جميل، يعني الموضوع يبدو جميل ان في بر وفي حاجات وفي كده، بس لما بيزيد عن حد لدرجه ان هو يبقى على حساب النفس، ده دي التركه اللي محتاجه انا شخصيا اخد بالي منها عشان تقولوا. فاهمين يا اولاد انا بتكلم في ايه؟
يا رب صبرني عليهم يا رب، يا رب اه بس صبرني انا عليهم. حاسه ان انا حاسه بتقول قوي اكتر من ان انا قادره لينك الحاجات ببعض. نعم، هي اللي بتتكلم. معلش كنت بخانق نفسي. ايناس، مش اتفضلي. اتفضلي. قلت لي يا ناس ما سمعتكيش. قلت لي بتقول يا ناس انا مش سامعه. كانت بتقول ان الحاجه خانقاها لدرجه انها مش عارفه تعمل لينك مع بعض وتكونكت مع الحاجه مع بعضها. خانقاها ولا انا حسيت ان هي لنكت؟ انا اللي فهمته ان هي لنكت، قدرت تلنك مع بعض. مش عارفه تعمل ده. لا لا انا بكتبها بس انا مش عارفه اوصل للينك يعني، بالنسبه لي لسه مش واصله. اه ماشي، بس كاتبه دلوقتي يعني تكتبيهم، قادره تكتبي، بس مش عارفه ده مأثر عليكي في ايه، صح كده؟ بكتب اه بالظبط. تمام. ماشي هنعرف بعدين. طيب بعد ما نخلص بابا، زي ما عملنا مع بابا هنعمل مع ماما. الدايرة الجميلة، ماما في النص، الفروع الحلوة جنبها، واكتب يا معلم. ممكن التأثير كمان، خدوا بالكم إن التأثير ممكن تكون حاجة حصلت جامدة أثرت. يعني أنا مثلا كاتبة عندي بالنسبة لماما كاتبة بابا وموت بابا، يعني بابا بشخصه أثر في ماما، موت بابا الحدث بتاع موت بابا أثر في ماما. فممكن يكون حدث كبير حصل أثر في الشخص نفسه. ممكن يكون إن بابا فلاح، ماما قاهرية أو اسكندرانية. بعد ما نكتب دوائر التأثير بتاعت ماما هننسى يا ابني. الأطفال أحباب الله. عايش. بعد ما تكتبوا دوائر التأثير هتوصفوا ماما برضو ب5 سطور بناء على دوائر التأثير.
يعني أحيانا في أمهات مثلا بتشوف إن العصبية، يعني الأم العصبية أو الابن العصبي دي حاجة حلوة. تلاقيها بتتكلم عن ابنها تقول عصبي، أصل الولد عصبي. فهي بتبقى شايفة إن العصبية ده شيء لطيف، يعني ده دليل على رجولته. أو تيجي تقول لك أصل وارث العصبية من باباه، فتبقى شايفة إن ده حاجة هي شايفاها حاجة حلوة يعني. طبعا إحنا من جوانا بنبقى عايزين نقول بلا وكسة، بس مش هنقول عشان إحنا مؤدبين. كتبت خلاص. شطور يا منون. الباقيين ها بسرعة كده. أسرع يا شباب، مش لازم كل مرة تقعدوني معاكم ساعتين. أنا ببقى عاملة حسابي على ساعة ونص، مش لازم الفرهدة دي. خلاص خلصت. يس 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 يس، أحلى إيمان في الدنيا. تمام يا حبيبي. لا، أنا ما خلفتش غير، أنا ما خلفتش غير ولد بس. نظام الأمهات الجميل. الأمهات اللي طول الوقت ثبت عيال. تمام يا اسلام، يا اسماء خلصنا. ولاء تمام، منى تمام. تمام، إيمان تمام، رندا وإيناس. تمام تمام خلاص. تمام. طيب، شفنا دوائر التأثير بتاعت ماما، شفنا دوائر التأثير بتاعت بابا، وصفنا ماما، وصفنا ماما مع بابا. نرجع بقى تاني لدوائر التأثير بتاعتنا اللي احنا كنا كاتبينها من شوية. احنا قلنا بابا أثر فينا في ايه وماما أثرت فينا في ايه. ارجع بقى تاني يا معلم، اعمل نفس الدايرة الحلوة دي بس ليك انت. اكتبي اسمك، واكتبي دواير حواليكي، واكتبي في كل دايرة الحاجات اللي أثرت فيكي بناء على اللي احنا شفناه من شوية. يعني أكيد اللي احنا شفناه من شوية فتح شوية حاجات في مخك، فكرك بحاجات، آم، ظهر لك أشخاص تانيين وانت بتتكلمي عن بابا وماما، ظهر لك مواقف. اعملي أنا واكتبي دوائر التأثير. ودوائر التأثير دي خليها معاكي، يعني خلوا الورقة بتاعت دوائر التأثير دي معاكوا، لأن احنا هنشتغل عليها المرة الجاية. اللي أثر فيا كأشخاص ولا كمواقف أنا عديت بيها ولا كحاجات عديت بيها معاهم هما؟ مش فاهمة.
كأشخاص أساسا، كأشخاص أكتر من مواقف. بس أنا اللي أقصده إن الموقف قد يكون حاجة زي ما أنا كنت بقول كده، مثلا موت بابا الله يرحمه، ده مش موقف حصل بينا، ده موقف حصل في الحياة. يعني أنا لو مم. عندي حاجات أثرت فيا مثلا، فأكيد منها موت بابا. طبعا. فاهمة؟ مش مواقفي تمام. مع ماما ومواقفي مع بابا. أنا يعني موقف تمام. أثر، مش شخص أثر، أو الشخص ده مثلا عدم وجوده أثر. أحيانا التأثير ممكن وجود الشخص يؤثر، وممكن عدم وجوده يؤثر برضه. تمام. بابا وماما انفصلوا، أكيد ده يؤثر. لو واحدة باباها ومامتها منفصلين، أكيد ده يؤثر. فدي من الحاجات من الحاجات المؤثرة، مش المواقف اللي حصلت، دي من الحاجات المؤثرة. واضحة؟ قادرة أوصل الفرق يا رفاق الدرجة؟ مش هكدب عليكي يا اسماء، مش فاهمه. عارفه انت اللي هو حلو. مخي. يا أنا أحب أوي اللي مش فاهمين. بص يا منى، هنفترض إن إيناس الناس المؤثرين فيها أبوها، أمها. هو أنا عارفة إن أبوها وأمها عايشين مع بعض، بس يعني مثلا هنفترض. انفصال أبوها عن أمها، سفر أختها مش مسافرة، بس أنا بقول لك سفر أختها، آه، وجودها في مدارس أجنبي، خال من خوالها أكتر حد بيأثر فيها وبتسمع كلامه، آه، عندها لايف كوتش بتلجأ لها طول الوقت. وصلت؟ تقريبا. اجرب واصور لك بقى وابعت لك وشوف انت. لا، ما عندناش صح وغلط. اكتبي، ما عندناش صح وغلط. اكتبي ماشي. الحاجات، اكتبي الدوائر الكبرى. يعني لو قلنا ايه الحاجات الكبيرة اللي أثرت فيكي، الحاجات الكبيرة أو الأشخاص الكبيرة اللي أثرت. يعني ماشي. بابا، ماما. بالنسبة لي أنا مثلا موت بابا. على فكرة موت بابا دي أنا ما كنتش عارف إنه مؤثر فيا غير من سنتين مثلا، مع إن هو متوفي بقاله 30 سنة. آه، بس أنا كنت بطربخ، كنت بقول عيتشي يعني كده. يا لهوي. أسماء، ها. بعد إذنك حبيبي أنا مين؟ 7:30 كده. هخرج ماشي، هخرج من هو أنا الجروب لأن أنا غالبا مش. هو أنا غالبا يعني هقفل على 7:30، عشان انتوا تمام هتفرغوا حبيبي مني لو تمام. فضلنا كده كتير. طب اطلب معلش ممكن منكم أسألك بس سؤال، واجب معلش يا أسماء؟ تعملوه. لو أنا مثلا في الواجب اللي أنت بتقولي الأخير ده، لأن أنا اكتشفت إن كل واحد فيهم ليه طريق، إن هو مبقاش فينا الانتماء زي الأول انا أو ما سمعتش فكرتي. ما سمعتش. قطع قطع قطع. طيب قولي تاني. مم. لو أنا مثلا عاوزة أكتب مثلا عن أولادي، هتكلم أقول إن أنا اكتشفت إن كل واحد ليه بقى ليه طريق وليه حياته، ده كده مؤثر؟ هو ده الصح يعني اللي أنا بعمله ده كده صح؟ ايوه، ما هو تمام مؤثر فيك. تمام تمام.
حلو. بناء بقى على دوائر التأثير دي اكتبوها وسيبوها زي ما هي، كده كده هنشتغل عليها المرة الجاية. يعني دي اللي هتبقى محور الشغل المرة الجاية، اللي هو دوائر التأثير بتاعتنا. وازاي أثرت على لما وازاي أثرت على وازاي أثرت على معتقداتنا. فدي تكتبوها، وكل ما تفتكروا حاجة حطوها، يكش تعملوا 50 دايرة تأثير عادي. موضوع بسيط. عندنا بقى الواجب الرخم. عشان ايه لازم تندموا. يلا حبايبي اكتب ورايا جميل انت وهو. هتوصفي علاقتك ببابا من الماضي للحاضر. يعني من انا صغيره كان بيتعامل معايا ازاي، وانا في المراهقه كان بيتعامل معايا ازاي، وانا دلوقتي بيتعامل معايا ازاي، علاقتي بيه ازاي، علاقتي بقت اوحش، علاقتي بقت احسن، موجود مش موجود، مؤثر مش مؤثر، بيتعامل بحنان ما بيتعاملش بحنان، بيحتويني، كارثني، حاجه من الحاجات. تمام. كان عصبي مش عصبي، بيتكلم كتير ما بيتكلمش كتير، وهكذا. وهتعملي نفس ذات الشيء مع ماما من الآخر للأول، يعني من وأنا صغير لغاية دلوقتي، من الأول للآخر، من وأنا صغير لحد دلوقتي. تمام. تالت واجب، تأثير علاقتك بده وبده عليكي إيه؟ بابا كان حنين معايا، كان مشبعني حب وحنان وبتاع، فمحسسني ان انا مش عارفه اتجوز عشان مش لاقيه راجل زيه. او بابا كان مكرهني في نموذج الراجل، فمحسسني ان انا مش عايزه برضه اتجوز عشان انا مش عايزه اتجوز واحد زيه. او بابا جاي عليا بزياده فمخليني شايفه، او بابا مديني بزياده فمخليني، وهكذا. يعني شوف التأثير سواء إيجابي أو سلبي إيه فيما يتعلق بعلاقتك ببابا. هتاخدي بقى العلاقة الحلوة الجميلة دي، الملخص بتاعها، تروحي تحطه لي في دايرة التأثير عشان هنشتغل برضو عليهم مرة. سواء علاقتك ببابا أو علاقتك ببابا، يعني علاقتك ببابا وعلاقتك بماما هنحطهم في دايرة التأثير. ونبعتهولك على الخاص، تاني؟ ونبعته على الخاص بعد ما نخلص الواجب ده. لا ما تبعتوش. امال هنوديه فين؟ ده ليا؟ خلوهم معاكم عشان هنشتغل عليهم المرة الجاية. تمام. ازعلي يا اسماء، واجب منيل بنيلة هيحصل. يعني بصي، احنا هنتشحور في الموضوع ده. احنا هنفجر المحاضرة الجاية ان شاء الله. او اي انفجار يا لا، هو احنا عايزين تابس من هنا للمحاضرة الجاية بس عشان يعني ما نطلعش حاجة في وش حد غلط، يعني نعمل ايه ثرو واحنا بنطلع الحاجات دي، نفتكر ان احنا هننيل نفس مش الشيء كل مرة هضرب حد يعني. لا بس احنا كده منيلين بنينا، وهننيل مع عيالنا، وعيالنا هيطلعوا يتعالجوا نفسيا برضه. تمام يعني. لا، مين قال كده؟ انا مش بتكلم على عيالي يطلعوا كويسين، انا بتكلم على ان احنا خلال الاسبوع ده الواحد وهو بيفتكر حاجات كتير ممكن يبقى منها حاجات مش حلوة، مش ستيبل كده يعني، فاهمة؟ حلو السؤال، عجبني. هنخلي الواجب نص ساعة بس في اليوم. لا ثانية يعني واحدة يا اسماء قبل ما تكملي والنبي، هو انا المفروض اكتب الكلمتين دول نص ساعة كل يوم لغاية الاسبوع الجاي؟
لا مش قصدي كده. او قصدي النبي اني انا قصدي اني انا لان ايناس قالت نقطه حلوه جدا، ان انا ممكن اعمل الواجب ده الصبح وانا رايحه الشغل، فيفتح معايا اروح اولع في اللي موجودين في الشغل. ممكن ابقى بعمل الواجب ده وانا قاعده في البيت وامي تدخل عليا وانا بكتب تاثير امي عليا، فاللي هو بقى بقول لك ايه يعني بصي بقى احنا بنتعالج من تحت راسنا. ف كتبت ده ساعه كله بس. دلوقتي وقعدت طول الاسبوع فاضيه زي الفل، مفيش مشاكل. ماشي خلاص، لو هتقعدي بقيه الاسبوع زي الفل مش لو مش هتقعدي زي الفل كل يوم بنكتب نص ساعة بس، وبعد ما نكتب الواجب نقوم نعمل أي حاجة نسحل فيها دماغنا، نتفرج على التلفزيون، نلعب جيمز، نعمل شاي بلبن، نعمل حاجة تسحل، نقوم نرقص نسحل فيها دماغنا، حاجة هنعملها هنسحل فيها دماغنا. ماشي. والنبي طلب الهي يسترك يا رب دنيا واخره. يعني يا رب. انا وعليكم خير المحاضره الجايه ماشي، والنبي واجبها يبقى خفيف عشان احنا هنبقى في مصيف بعد كده، اسبوع مصيف. فعارفه انت اللي هو انا عايزه يبقى يعني في وقت اكون بعمل واجب، وعارفه انت اللي هو ده في نفس الوقت ايه، ما يبقاش في تقل في والنبي أكد لا، بتحط فيه. الأسبوع الجاي إصلاح ما أفسده الآخرون، لا عادي يعني مش طب خلاص كده هنعمل. الواجب خلص يا اسماء. نعم. تسلم يا اسماء. الواجب كده بقولك خلص عشان انا بس كده همشي معلش. اتفضل. تمام، عن اذنك حبيبتي. اتفضل. طيب اللي فاضلين تعالوا نفرفش قليلا، آه، عشان ما تبقوش ايه زعلانين. تعالوا نلعب لعبة حلوة. طبعا انتم مش فاتحين الكاميرات فمفيش حد فيكم ايه هنعرف نلعب معاه لعبة بالكاميرات. طيب تعالوا ماشي، تعالوا نلعب لعبة حلوة. منى رقم 1، ايناس رقم 2، بس افتحوا المايكات بقى كلكم. تمام. منى 1، ايناس 2، رندا 3، ايمان 4، وانا 5. تمام. تمام. انا هنده واقول 3. انا 3 مين؟ انا رندا. رندا. ماشي تمام. بعتي الرز يا رندا؟ نعم. بعتي الرز؟ لا مش فاهمة. هتقولي ايوه، هتقولي ايوه. تمام ماشي. بعتي الرز؟ ايوه. بعتيه بكام؟ اختاري بقى اي رقم من الخمسه. تمام. 2. ايوه. رقم 2 تقول نعم. ايوه اساليها بعتي الرز؟ او انا اسالها. قولي لها بعتي الرز؟ بعتي الرز. الناس تقول ايوه. بقول لازم اقول ايوه. اوكي. ايوه. ايوه بعته ب4. لا هي هتسالك بعتيه بكام. ايوه. انت هتقولي يا ايناس، انت هتقولي لها ايوه، هي الو. هترجع تسالك تاني تقول لك بعتيه بكام. اساليها يا رندا بعتيه بكام. بعتي بكام؟ ب4. ايوه. ايمان تقول ايوه. يلا يا ايناس. بعتي الرز يا ايمان؟ ايوه. بعتيه بكام؟ ب5. ايوه. بعتي الرز يا اسماء؟ ايوه. بعتيه بكام؟ ب1. ايوه. بعتي رز يا اسماء؟ ايوه. بعتي بكام؟ ب4.
ايوه. وانا ردي قولي بقى الرد. بعتي رز بكام؟ آه، لا بقى. بعتي الرز؟ ايوه بعته. لخبطتيني يا منى. ايوه ما هي بنلخبط على فكره. خلاص بعتي انتوا كده فهمتوها، تعالوا انتوا كده فهمتوها ثواني، انتوا كده فهمتوها، تعالوا بقى نلعب عشان اللي يتلخبط نطلعه ونشوف مين اللي كسبان. هي طيب. بنسأل الشخص، بعت الرد، هيرد علينا يقول لنا ايوه، نقول له بعته بكام، يقول الرقم تمام. التاني يخش يقول ايوه، وهكذا. تمام. فانا دلوقتي رقم 2 ايوه بعت الرد، ايوه بعتيه بكام؟ ب3. ايوه بعتي الرز؟ اه مين بعتي اللي بكام؟ 5. ايوه. بعتي الرز ايوه. بكام؟ ب4. ايوه. بعت الرز ايوه. بكام؟ ب1. ايوه. بعتي الرز؟ اه. بعتيه بكام؟ 2. ايوه بعتي رز؟ ايوه بعتيه بكام؟ ب3. ب3. ايوه 3. يلا يا ايناس اساليها بعت الرز. قالت لك ايوه، قالت اساليها ايوه. بعت الرز. بعتي الرز؟ ايوه بعتيه بكام؟ 1. ايوه. 1. بعتي ايوه. الرز ايوه. بكام؟ ب3. ايوه انا 3. ماشي ايوه بتعملوها ببعض، ايه المشكله؟ ردي بقى. اساليها يا منى بعت الرز. بعتي رز؟ ايوه بعتيه بكام؟ 4. ايوه. بعتي الرز ايوه. بكام؟ ب5. ايوه. بعتي الرز؟ ايوه. بعتيه بكام؟ 3. ايوه بعت الرز ايوه بعتيه بكام؟ ب2. 2 يا مسطوله. بعتي الرز مشيت. ماشي. مشيت. طيب سؤال بقى، حاسين بايه دلوقتي بعد ما لعبنا لا شويه؟ احسن لا، حاجة بكتير. جميلة. حلوة اللعبة. لا لا لا، ده بقى اللي انا اقصده، يعني لو حتى بنعمل حاجه تقيله بنقفلها بحاجه مرحه بتلخبط المشاعر بتاعتنا، بتجريها، ما بتخليناش قاعدين غرقانين في الحاجه اللي احنا بنعملها، بنقوم نلهي نفسنا نتفرج على فيلم كرتون، نتفرج على فيلم هندي عبال ما يكتشفوا ان هم اخوات، يكون الموضوع مش عارفه حصل في ايه، وهكذا. تمام. لكن ما اروحش اتفرج على مسلسل نفسي، ما اروحش اقرا كتاب لمحمد طه، يعني ما اروحش اجيب على نفسي بله. فاهمين؟ يعني بنروح كده.
حاضر يا اسماء، ربنا ما يحرمنا منك يا بتتي. حبايبي. حبايبي يلا يا كتاكيت، اشوفكم على خير، وهروح اتصل بالمكان دلوقتي عشان نظبط مع بعض ان شاء الله اليوم، نشوف هنعمل ايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. تسلمي لنا يا يلا شمس الى الله. اللقاء يا اصدقاء. شكرا يا حبايبي. أسماء. باي باي. مع باي. السلامة. باي. مع السلامه. مع السلامة.